السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كاع لاباس وبصحه جيده وهنيين يا رب العالمين. وان شاء الله يومكم يكون معطر بذكر الرحمن وبذكر القران وبالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. حبيباتي ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. وصفتنا تاع نهار اليوم حتكون يعني وصفه تقليديه، اقتصاديه، ما فيهاش بزاف مقادير، اللي هي كسره محشيه بالخضر، يعني بخضر يعني متوفره في كل منزل، يعني جد اقتصاديه وبزاف بنينه وتجي هايله. مباشره حبيباتي نروحوا للمواد اللي راح نستعملوا في هذه الوصفه. عندي حبه بصل كبيره هكايا مقطع قطع صغيره. عندي حبه فلفل حلو او طرشي مقطعه تاني هكا قطع رقيقه. عندي حبه طماطم متوسطه متقطعه تاني هكا مقطعه قطع صغيره، مع فص ثوم مبشور هكايا مرحي، مع نصف ملعقه طماطم مصبره. وعندي زيت وملح ومجموعه من التوابل. ومن بعد نحضر دوك الحشو تاعها، ومن بعد نحضر العجينه معكم مباشره. نجيبوا طنجره ولا المقلاة اللي راح نديرو فيها. اول حاجه نديرو كميه من الزيت، حوالي 3 ملاعق زيت هكايا. نحطوا البصل، نحط كلش مع بعض ونطيب كلش مع بعض، راح يدبلوا كامل مع بعضهم. نزيدوا الفلفل الحلو او طرشي، نحطوا تاني الطماطم، يعني نحط كلش مع بعض هكايا. كما تعرفوا الخضر هذه دقيقه طيب، يعني ما تديش وقت هكايا. نضيفوا الملح حسب الرغبه، ديري وذوقي هكذا حبيبتي. عندي لهنايا شويه توم مرحي هكا، شويه برك خاطر انا درنا فص تاع توم. عندي لهنا اللي تزيد لها بنه على بنه، هي خلطه الشاورما، توابل الشاورما، راح يعطي فيها واحد البنه تاع الشاورما تجي بزاف هايله هكايا. شويه فقط، حوالي ملعقه صغيره هكا. نزيدو شويه فلفل اسود هكا، ماشي بزاف فلفل اسود. هذا مكان انا دوك نحطها على النار، نخليها حتى تتكثف الصلصه تاعها. الطماطم راح تطلق الماء تاعها حتى تتشرب الماء، لازم تكون ناشفه من الماء تاع الطماطم. دوك نوريكم القوام تاعها ونرجع لكم مع العجينه. نحطها على النار ونرجع لكم. هنا للعجينه حبيباتي نسحق نصف كيلو فرينه او دقيق ابيض، يعني شدي الفرينه تاع الكيلو قسمي نص، نحي نص وخليه نص. نصف كيلو يعني 500 غرام. عندي هنا نصف كاس حليب، حليب عادي يعني من المطبخ ديريكت. هنايا عندي الملح، عندي ملعقه صغيره كيميائيه خميره، ملعقه نسحق غير ملعقه صغيره. 4 كاس زيت نباتي، وعندي ملعقه تاع زبده طريه. مباشره نبداو في الوصفه، نبداو في العجينه. نجيبوا هذه هكا اول، نجيبوا اناء هكايا لا ريسيبيون. اول حاجه نبداو نغربلو في الفرينه هكايا، لازم تغربلي الفرينه هكايا. نسحقوا هذه، نضيفوا الزيت، نضيفوا الملح. الملح انا ندير بالملعقه احسن هكذايا، ملعقه تاع قهوه معمره تكون. نضيفوا ملعقه خميره عفوا هكا، ملعقه تاع قهوه معمره هكايا باش تجينا يعني خفيفه العجينه. نضيفوا ملعقه هكايا، ملعقه صغيره تاع التحليه زبده، ونعجنوها بالماء العادي يعني من الحنفيه ولا من المطبخ. خلطوا جيدا هذه المواد هكا. انا نخلطها مليح، ندخل الزبده في الفرينه ونرجع لكم. انا بعد ما خلطت مليح الزبده في داخل الدقيق او داخل الفرينه، شوفوا هكايا، يعني ما فيها لا خميره تاع الخبز لا والو، يعني غير شويه خميره كيميائيه. هنا عندي ماء عادي من المطبخ هكايا. العجينه لازم تجي متماسكه وطريه في نفس الوقت.
نضيفوا الماء تدريجيا هكذايا. انا نبقى نضيف حبيباتي الماء تدريجيا نوريكم القوام تاع العجينه هكا باش ما يجينيش الفيديو طويل ونرجع لكم. هنا هاو القوام تاع العجينه، لازم تكون هكا طريه ومتماسكه في نفس الوقت. حبيباتي ما تنساوش تضيفوا الحليب، انا نسيت ما درتوش مع الفيديو الاول. ضيفي الحليب ومن بعد بداي ضيفي الماء تدريجيا هكايا. نحطوها على العمل هكايا، ندلكوها غير شويه حتى تولي ملساء فقط هكا، غير شويه برك هكا، جوست تولي مرساء فقط. كي نخلوها تريح راح تزيد تولي يعني مرساء اكثر كذا. فيها غير شويه فقط. انا دوك نغطيها بكيس بلاستيكي هكذا، نرجعها في الاناء تاعها، نخليها حوالي 10 دقائق فقط حتى يطيب لي الحشو ديالي. خلوها تروبوزي شويه ونرجع لكم. هنا حبيباتي بعد ما دبلت لي الخضره او الشكشوكه ديالي، نضيفوا ملعقه تاع سكر هكا باش نحي لنا الحموضه اللي فيها. نضيفوا قليل من الماء فقط هكايا. باش تجينا الصلصه كثيفه هكذايا، ونخليها حتى تتكاثف ومن بعد نحيها. نضيف لها قطع من الجبن ونرجع لكم. هنا العجينه بعد ما ريحت لي حوالي 10 دقائق ما بيت تطيب لي الحشوه تاعي ولا الشكشوكه هكا. نفتحوه هكا نديرو حربوش هكايا ونقسموه على 2، وكل 2 كل نصف نقسموه على 2، ثم نقسموها على 4 قطع. خاطر راح ندير انايا خبزه على خبزه يعني نشكلهم باش تجي وحده تغطي وحده هكايا. لازم تجي قطع متساويه هكا. شوفوا ولات العجينه مرساء رائعه هكا. نزيدو هذه هكا راح تجي بزاف هايله، يعني تصلح وجبه عشاء خفيفه. يعني تحيري واش ديري لهم هذه الكسره المحشيه بذوق الشاورما، يعني فيها توابل الشاورما وبذوق البيتزا ايضا. راح ندير لها جبن تاع مبشور الجبن داخلها، جبن شيدر من الاحسن شيدر هكذايا هكا. هامليك 4 قطع يعني حيجوني 2 خبزات يعني كبار شويه. راح نغطيهم نخلي ما بيد تبرد لي الشكشوكه تاعي ونرجع لكم. هنا بعد ما تكثفت لي الصلصه كما راكم تشوفوا هكا، ما بقاش فيها الماء ديالها هكا، تجي شويه مزيته شويه يعني ما فيهاش الماء، خاطر هذاك الماء هو اللي راح يخلينا العجينه تتقطع معانا ما تجيش مسقمه هكايا. نضيفوا 2 قطع جبن وبعد راح نضيف لها المبشور الجبن شيدر هكايا. انا نذوب كامل الجبن فيها، انا مطفيه عليها. طفي عليها وديري الجبن هكا يذوب فيها باش تجي فيها بنه هايله. الا عندك الزيتون تقدري ديري قطعه صغيره تاع زيتون، تقدري تضيفي طون تاع المعلب هكايا. انا نخليها تبرد حبيباتي ونكمل معكم الوصفه. انا حبيباتي نبدا نفتح في العجينه الاولى ديالي. نديروا شويه فرينه هكذايا تجيك بكل سهوله. فتحيها رقيقه نوعا ما، ماشي يعني خشينه وماشي رقيقه بزاف. دوك نوريكم القوام تاعها. انا نبقى نفتح فيها ونوريكم القوام تاعها. هنا حبيباتي فتحتها شويه رقيقه هكايا، شوفوا القوام تاعها. عندي صينيه واحده اخرى باش نحط فيها الخبزه الاولى، درت لها شويه فرينه هكا باش نفتح الثانيه، خاطر راح نديروا وحده على وحده هكذا تفتحوها بكل سهوله. هذا هو القوام. انا حنا نطيبها في المقلاة، نتوما ديروا الخبزات تاعكم على حسب المقلاة اللي راح ديروا فيها. انا حنديرها في الكريبيير. نعاود نفتح الثانيه
هكذايا نديرو شي فارينه دائما لتجنب الالتصاق. هكايا انا دوك نفتحها ندير لها الحشو دوك نفتحها ونرجع معكم. هنا حبيباتي نقسم الحشو على 2 بعد ما برد لي. نتوما خلوه يبرد مليح، انا ما خليتوش برد مليح خاطر باش نكمل الفيديو. هكا على 2 تبداي تفتحي في الحشو تاعك، ما تفتحيهش حتى الاخر، لازم تخلي الاطراف شويه هكذا، ونخلي النصف الثاني للخبزه الثانيه. هكايا نفتح معاكم، افتحوا غير بالعقل برك هكا. لازم نخلوا الاطراف هذه خاطر راح ندير فيها شويه ما ونلصق فيها هكا. تجي بزاف هايله وبنينه واقتصاديه، يعني ما فيهاش بزاف مواد كما شفتوا. عندي هنايا جبن شيدر مبشور هكا نضيفو، راح يعطيه واحد البنه هايله، يعني بنه شاورما، بنه بيتزا، يعني متعدده الاذواق. انا يحبوها ولادي يموتوا عليها، جربوها لهم بهذه الطريقه راح يجي بزاف. تقدروا تضيفوا اضافات، تقدروا ديروا لحم مرحي فيونداشي، تقدروا تضيفوا طون هكايا. نخلو النصف الثاني للخبزه الثانيه. دوك نجيبوا لهنا حبيباتي الماء هكايا ونمشوا كامل على الاطراف، ان شاء الله يكون واضح غير بالاصبع ولا جيبي بانسو هكايا باش تلصق لنا مليح وما تحللناش كنعودوا نقلبوا فيها هكذا حبيباتي. هاك نمشوا كامل عليها ان شاء الله يكون واضح. هاك دوكا نرفد الخبزه الثانيه هكا بكل سهوله ونحطها. شوف شحال سهله العجينه، ما ديروهاش طريه بزاف، يعني متماسكه وطريه نوعا ما هكا باش تقدري ترفديها هكا. حاولي تسقميها مليح باش تجيك مع الخبزه التحتانيه تجي سوا معاها. هذه الطريقه هاك نجيبو هكايا فرشيطه ولا شوكه هكا ونزيرو على الاطراف هكا لتجنب الانفصال، تنفصل الاولى على الثانيه هكذايا. كمل كاع من جهه واحده اخرى راني دايره المقلاه هكا. زيروا مليح الاطراف هذه، زيري مليح الفرشيطه ولا الشوكه تعودي ديري فيها، ضغطي مليح هذه الطريقه. ها من بعدتك ديريها هكا بيدك، ديري لها هكا ثقوب هكا. هذه الطريقه نزيدو نلصقوا مليح الجوانب هكا. هذه الطريقه نمشوها شويه للاطراف هكا. انا دوك حبيباتي نرفدها نطيبها ونرجع لكم ونكمل الخبزه الثانيه. لازم ترفديها غير بالعقل فقط. انا نديرها دوك طيب ونرجع لكم. هنا حبيباتي كي تحطوها ديري لها ثقوب من الجهه الاخرى هكايا باش ما تنفخش معانا، وساعه ساعه حركوا هكايا المقلاه ودوروها. انا درتها في الكريبيير هذه، دوروها باش تطيب لنا كاع حميمره ونقلبوها تجيكم يعني بكل سهوله. هنا حبيباتي الكسره المحشيه تاعي بالبصل والطماطم وبتوابل الشاورما راهي جاهزه لهنايا. شوفوا بعد ما طيبتها من الفوق ومن التحت، شوفوا يعني ما تفتحتليش، لخاطر السر تاعها انك تغلقيها مليح. لازم ديري الماء ومن بعد ديري بالفرشيطه ولا الشوكه. السر الثاني لازم تقبيها باش ما تجيش يعني عاليه وتفتح لك. هذو الثقوب اللي نديروهم يعني باش يخرج لك الهواء اللي فيهم. ثاني حاجه ثاني حبيباتي ملاحظه ولا نصيحه، لازم الحشو ولا الصلصه يكون ناشف من الماء، يعني يتبخر كامل الماء اللي فيه هكا باش كديري الجبن ما يزيدلكش مع الماء راح تتقطع لك العجينه. فتحتها على 4 شوفوا ما شاء الله جات، ان شاء الله يكون واضح. شوفوا نفتحها معاكم مازالها سخونه. شوفوا الجبن اللي داخل فيها كانها بيتزا شاورما، يعني ذوقها خرافي، تجي بزاف هايله. شوفوا ما تفتحتليش منها من الجوانب خاطر غلقتها مليح. ان شاء الله حبيباتي هذه الكسره المحشيه بالكسره محشيه يعني بحشو الخضر والجبن تعجبكم وتنال رضاكم. والخبزه الثانيه راهي طيب يعني مازال ما طابتليش، ان شاء الله تعجبكم تنال رضاكم حبيباتي. وفي الاخير ما تنسوش تدعموني في القناه فضلا وليس امرا للتشجيع فقط، ومع فيديو جديد واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.